السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن، والنهاردة بنكمل مع بعض في ال 3 workshop الخاصة ب 3D Composting for Motion. وقفنا المرة اللي فاتت إن احنا كنا عندنا مشكلة شوية في السفيرز نفسها، بأنها كان في منها سفيرز بتدخل في بعضها. أنا هنا بدأت إن أنا أقلل العدد، لو زودناه شوية كده مثلا بدأت الدنيا زي ما احنا شايفين تبقى احسن شوية، ولكن عندي بعض المشاكل اللي احنا قلنا هنتكلم فيها المرة دي، زي ان السفيرز بتدخل في بعض زي كده زي ما احنا شايفين. طبعا حل من الحلول ان احنا نقلل العدد، بس في نفس الوقت احنا عايزين يبقى فيه variations فيهم، ونحس ان السفيرز نفسها او الكور ديت فيها جزء داينامكس، يعني بيخبطوا في بعض. تمام. من ضمن الحلول اللي احنا نعملها ان احنا بنروح للدايناميك، بس زي ما انتم شايفين انا ضفت سفير تانية كنوع من التغيير، واحدة بحجمها زي ما هي، والتانية بحجم اقل شوية، بحيث يبقى فيه فاريشن زي ما انتم شايفين. تمام. ممكن نعمل 3 4 زي ما احنا عايزين. في البودي نفسه او في الدايناميك نفسه اللي معمول على الجروب ككل، وبالتالي بيطبق على كل اللي موجود، بنبتدي ان احنا نروح في السوفت بودي ونفعله. هو هنا دلوقتي اوف ان هو مش شغال، فبنبتدي هنا بنقول له made of polygons، بيبدا ان هو يتفعل. وزي ما اتفقنا لازم نبدا من اول تايم لاين علشان نشوف. بمجرد ما ابتدي افعله هتبدا تظهر معايا مشاكل زي كده مثلا. تمام. وده بسبب ان السفيرز نفسها اصلا قريبه من بعض، وهي بتتحرك بدا يحصل لها مشكله زي دي تتحل ازاي؟ بنبدأ ان احنا نروح ل ممكن في الفريكشنز نقللها شوية، زي ما احنا اتفقنا ان جزء الداينامكس ده دايما بيبقى مع التجارب والشغل، بس اكتر حاجة هتخلي الاتنين دول يبعدوا عن بعض عن كده. تمام. هنا في السوفت بودي مش هنتكلم في الموضوع ده محتاج شرح كبير وشغل كتير جدا. في الاميتر الاميتنج نفسه بخلي ان الكور نفسها او السفيرز نفسها تبدا بدل ما تطلع كلها بنفس الزاويه وكلها قريبه من بعض لازقه في بعضها، ببدا اعمل سيبريشن باستخدام الانجلز دي. فانا لو زودت هنا شويه وهنا كمان شويه وجيت من البدايه وبدات ان انا اتحرك، هنبدا نلاقي ان السفيرز بدات تتحرك بعيدة شويه عن بعض. لازم برضو نرجع اهو، شايفين بدأت دول يبعدوا شوية. طب نزود حبة كمان اهو، السفيرز بدأت، بس هنا قوة أعلى شوية في الفيرتيكال، فنزود نكافئها من الناحية التانية اهو. هما كده خابطين في بعض لكن مش داخلين في الكورتين في بعض وعاملين لي مشكلة. نرجع تاني باك، هجيبها بالمنظر ده. احنا بنلعب في الجزء ده. تمام. لو احنا عملنا ستوب وزوم نلف حواليها كده مش هتلاقي اي مشكلة اللي كنا بنواجهها قبل كده. تمام. طبعا في جوه البارتكلز تقدر ان انت تنوع في الفاريشنز شوية. بصوا دي ماسكة كل حاجة، او تنوع في الروتيشن بس زي ما احنا شايفين. طبعا دي هتبان لو الخامة مختلفة، فهيبان في الروتيشن الفاريشنز ان يبقى فيه فاريشنز بينهم. لا، هي الفاريشنز اكتر في اللي تحت. تمام. ممكن نكبرها اكتر. السيدز لو انت جربتها، بصوا ايه اللي بيفرق بانه بيعيد توزيعها بشكل عشوائي. بصوا كده، يعني هو
خلى مثلا السفير الكبيرة ديت تبقى مكانها هنا وهي كان مكانها في حتة تانية. بصوا كده مثلا عكس وخلف الأماكن. فانت بتدوس فيها لو عايز بحيث تفرق ألوانها. فاحنا ممكن نعمل مثلا واحدة لونها أحمر وواحدة تانية، نيجي هنا في الخامات ونيجي كنترول ونسحب بحيث أعمل منها دوبليكيت، وكل اللي هعمله إن أنا أغير بدل الأحمر أصفر مثلا وأدخلها للسفير التانية دي. تمام. وتعالوا نبص عليها في الاي بي ار عامله ازاي. طبعا انا بره الكاميرا اصلا، لازم ادخل جوه الكاميرا نشوف الدنيا فيها ايه. وانا هنا نكبر دي كده شويه عشان نشوف الدنيا فيها ايه. طب خلي السكيل 50 عشان اعرف اشوف، مش شايفه اي حاجه. وانا واقفه جوه المات شادو، خلينا في البيوتي عشان نقدر نشوف الالوان. هتبقى بالمنظر ده. طبعا واضح ان السفيرز محتاجه تنعم شويه زي ما انتم شايفين، مبكسله قوي. فممكن نروح للسفيرز اللي لونها اصفر كده، التعديل بقى اسهل. واجي مثلا بدل ما تبقى 24 اكبرها شويه كده، بدات تبقى احسن من الاول. تمام. السفير دي غريبه شويه، ممكن امسك الاميتر واعمل له روتيشن. يعني اعتقد كده كويس. تمام. تمام كده حلينا مشكله الانترليسنج او التداخل ما بين الكور وبعض، وعملنا شويه بعض التنوع ما بينهم. تمام. عايزين نتاكد بقى واحنا بنرندر ان احنا عندنا الالفا ريندر اثناء الفاينل. نرندر ازاي؟ هنروح للريندر سيتنج هنا، وطبعا اتاكد ان احنا على الارنولد زي ما اتفقنا من البدايه. هنروح للارنولد من جوه الاوتبوت. قبل ما نروح للارنولد اتاكد ان انت مش واقف على الكرنت فريم. طبعا انا واقفه هنا على الكرنت فريم، او هو كديفولت بيبقى بيرندر ستيل فريم بس، اللي احنا من خلالها بنظبط الدنيا بتاعتنا من خلال الخامات والاضاءه وخلافه. طيب احنا هنا مش عايزين بقى، خلاص الدنيا كده تمام، عايزين نبدا نرندر هنا ال all frames. بس قبل ما نروح للحته دي، المفترض ان احنا نراجع حاجه انا كنت هنساها، اللي هي الشادو. هل السفيرز ديت فيها شادو ولا لا؟ بالنسبه للمكان بتاعها المفروض ان الشادو بتاعها يرمي على الجزء اللي من قدام اللي بره الكادر، بره الكادر اصلا. تمام. زي ما احنا شايفين. انت عشان تعرف ازاي، لو رجعنا كده باك هتلاقي في اوبجكتس كتيره جوه السين بيوري لك فين الشادو، والشادو بالمنظر ده. اذا الصن من هنا الناحيه دي، فبالتالي المفروض ان السكاي دوم بتاعتنا تبقى اتجاهها من الجزء ده. بس انا بالنسبه لي مش هيرمي شادو، لان الشادو هيترمي بره الكادر، مش هحتاجه. هحاول في الشوط تاني ان احنا يكون في شادو بحيث نشوف ازاي نكاتش الشادو على الارض. تمام. فدي نقطة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تشتغل على الاوبجكت بتاعك تتأكد انه بيكاتش الشادو اذا كان في شادو في السين ولا لا. تمام. فانا كويس ان خدت بالي من حاجة زي كده. الشوت بتاعنا مش محتاجين فيها شادو بسبب اوبس، في حتة هنا فيها مشكلة. اطلع بره الكادر شوف الموضوع ده. نرجع تاني للإيميتر. لو قلتها كده كده المشكلة راحت. تمام. احسن كده نقدر ان احنا نحلها على طول. نقدر نرجع للسفيرز نفسها دي، ممكن نصغرها شوية 100 خليها تمام.
تمام. اهم حاجه الكور الملزقه دي ما تدينيش الشكل ديفو واضح. تعالوا نبص بقى جوه الكادر دول. استنى كده، هنروح للإميتر نفسه، نروح للإميتر، ممكن نقلل دي شوية، نزود دي شويتين. مديش مساحة إن السفيرز تبقى داخلة جوه. أنا عندي بقى هنا مشكلة اللي هي إيه؟ دلوقتي بعد ما عملت الحركة دي زي ما احنا شايفين، أنا هناك على الأفتر إفكت هنماسك الجزء ده، فالمفروض إن كله يبقى طالع من هنا. يعني أنا عيني على الإيدج بتاعة المبنى من فوق، فلما هرجع كده دي طالعة لبره. بصوا عاملة إزاي؟ جاية منين؟ كده ما ينفعش. فمبدئيا كده الإميتر محتاج يصغر، صغره كده. نرجع باك، ده مبدئيا كده عشان تتأكد إن كله جواه، مفيش حاجة تطلع من هنا مثلا، ما بعديش الجدران. تمام، الدنيا كده كويسة جدا، كده المشكلة اتحلت. لو عدد الجدران يبقى احنا هنعمل لها حيطة بحيث تخبط فيها. أنا عندي هنا محتاجتش المشكلة دي برضو، في عندي اتنين ملزقين مش فاهمة ايه الحكاية، بس احنا مش هنحتاج ده كله على فكرة. أنا مش هرندر ده كله، هرندر كفاية لغاية 100 مثلا، يعني لحد هنا. ايه الكوكتيل اللي ضايع ده؟ في كوليكشن هنا، نرجع للفايريشنز. طيب نقفل الفايريشنز خالص. يعني شوية السبيد ممكن نعليها، يعني انت بتقعد تجرب لغاية ما توصل للحاجة اللي انت حابب شكلها اكتر. اعتقد كده مناسب، ده مش شاغلة بالي بيه لانه هيبقى جوه. تمام، بلس انه هيعدي التايم اللي احنا عايزينه. هنرجع تاني للسيتنج واقول له الاول فريمز دول لحد 100 اللي احنا عايزينهم. بعد ما بتجهز الريندر بتاعك، طبعا الكاستمايزيشنز بتاعت السكيل مش هتيجي عندها في الحالة بتاعتنا، ان انت لما بتدخل الفيديو بتخلي سينما هو اللي تراك، هو بياخد السيتنج بتاعت الفيديو وبيبدأ انه يظبط نفسه عليها، فدي مش بنقلق منها خالص. بنروح للارنولد نفسه، لا بنروح لسيف. تمام، وده اللي هنرندر من خلاله. معاملتنا هنا انا هحتاج بس البيوتي ويكون فيه الفا عشان نقدر نتعامل معاه على افتر افكت. فعشان نقدر نعمل ده بنيجي عند السيف في الايمج العاديه، وبندخل من هنا بتختار المكان. يعني انا مثلا ممكن ارندرها في الجزء ده بتاع البيكتشرز، او ممكن هنا في الميوزك، اي مكان، وبسمي فولدر بتسميه باسم معين زي ريندر مثلا عشان تبقى عارف الريندر بتاعك ايه. وجوه بنسميه مثلا pulse underscore render. هو هيسميها كده pictures، احنا مش عايزينها pictures، فهنيجي هنا نقول pulse، ويفضل لو عملت underscore كنوع من التنظيم يعني. طيب نوعها ايه؟ بتختار من هنا حاجة اولا تقرا الفا، ثانيا تبقى الكواليتي بتاعتها كويسة، لان هي البرزنتيشن بتاعنا مش هاي اند ومش محتاجة فيها تفاصيل كتير ومش حاجة فيها ريندر باسز او خلافه، فمش هحتاج الاوبن اي اكس ار. افضل حاجة طبعا فيهم هتبقى الاوبن اي اكس ار لانها اعلى كواليتي وبتسيب جواها ريندر باسز وبنقدر نشتغل عليها حلو قوي في الكومبوزيت. الحالة بتاعتنا مش محتاجينها، ومادام مش محتاجها يبقى دور على حاجة اقل شوية، لان انت هتسيب احجام كبيرة على الفاضي. طيب ايه الاوبشن اللي بعده؟ ممكن ان احنا نروح
فين هي لتارجة دي اقل منها، ولكن بتحفظ كواليتي كويسه برضو. مش بتسيب لي ريندر باسز جوه فايل واحد، ولكن اقل شويه في الحجم والتعامل. بعديها ممكن التف، وبعديهم ممكن البي ان جي. في الحاله بتاعتنا هنا هنحتاج البي ان جي لان الشغل بتاعنا شغل تدريبي مش اكتر، فهناخد البي ان جي. بتختار الفورمات بتاعك، وبعد كده بتختار الدبس المناسب، يفضل لو كان 16. النيم اللي قدامك ده ما الا بيوري لك الفايل هيبقى اسمه ايه، مش اكتر من كده. هنا بقى الجزء اللي انت محتاجه اللي هو الالفا تشانل، لازم تعلم على الفا تشانل. في الحاله دي بيراعي ان لو عنده الفا بيظهرها مع الفاينل ريندر. ستريت الفا يفضل برضو ان انت تتعلم عليها. سيبريت الفا لو انت عايز مثلا ترندر فايل للالفا لوحده وفايل للبيوتي لوحده، انا مش عايزه كده. تمام، انا عايزاه بيوتي زي ما هو، بس يبقى فاصل الالفا اثناء الرندر. تمام. ومجرد ما بنخلص الموضوع ده انا كده جهزت الفايل خلاص للرندر، جهزت المكان بتاعه، جهزت الاسم بتاعه، جهزت الفورمات هيبقى عباره عن ايه، والفاينل ريندر هيبقى عباره عن ايه. تمام. طبعا بمجرد ما ابتدي ادوس هنا على الريندر، بعد ما تكون خدت بالك من كل حاجه، اذا كان في نويز شلتها، اذا كان في مشاكل. بمناسبه النويز، بما اننا عندنا اضاءه، يفضل ان انت تعلي السامبلز بتاعه الاضاءه شويه. يعني بدل ما تبقى 1 دي غير مقبوله تماما، فممكن نخليها مثلا 2 أو 3. طبعا كل ما هتزود الرقم هيزود وقت الريندر بتاعك. تمام، فهنخلي بالنا من حاجه زي كده. مجرد بقى ما اقول له ريندر، بيبدا ان هو يطلع لي الفيور اللي احنا شايفينه ده عباره عن بيكتشر فيور. بيبدا يبين لي شكل الريندر بتاعي زي ما احنا شايفينه. هو دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض رندر اول 3 فريمات، اول 4 فريمات، لان هو بيبدا من 0 زي ما انتم شايفين. الريندر بيبقى سريع احسن كتير من انه اي حاجه تانية. عشان كده اخترنا البي ان جي. عشان تتاكد بقى ان في الفا ولا لا، بتروح لللاير، هتلاقي الباسز. لو رحت للسنجل باس ووقفت كده، ادي الالفا ظاهره قدامك. لو رحنا للايمج يبقى هتظهر معاها الالفا بتاعتها. تمام. هنسيبه بقى يخلص ريندر. في المحاضره الجايه ان شاء الله نفاينل الكوم على الافتر افكت.